طب يا جدعان تاني مره شرياس ذكر، بس ده تقريبا هيتعبنا في التدهيل قوي. زي ما انتم شايفين الشكل النهائي اهو للمصيده. طبعا احنا عاملينها في خلال ربع ساعه بالظبط، فطبيعي ان هي تكون متبهدله شويه. هنظبط بس الخيات زي ما انتم شايفين. دي اول واحده نعملها، يبقى كله نفس الخيات اللي بنعملها قبل كده. كنا بنعمل الخيات اللي هي الرفيعه لو تفتكروا. فبس كده ده ان احنا نجيب حاجه النهارده. ويا جدعان مسابقه الشراس اللي كنت قلت عليها في الفيديو اللي فات، انا والله ما ناسيكوا، بس انا حاطط شروط معينه ان الكومنت يوصل 15 لايك. لو عايز ورا عندي لعبه ورا يا جدعان. وللاسف الكومنت ما وصلش 15 لايك. اعلى حاجه جابت تقريبا 8 او 9، فانا لسه مصر على قراري لان انا تعبت في رحله الصيد دي. بس كده طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين دي منظر المصيده اهي. طبعا نعملها كده، ده المنظر النهائي. احنا مش عاملينها احسن حاجه بس ان شاء الله احسن حاجه لما تتكسفش. بس ان شاء الله تصطاد حاجه. احنا زي ما انتم شايفين اهو. لو انت اتفرجتش ازاي تعمل المصيده دي فخليك معانا يا جدعان. المصيده دي انت هتقول مش مهتمين او كده، احنا لسه عاملينها في ظرف نص ساعه بس. فاحنا الحمد لله اصلا احنا عملنا العدد ده. كنا انا وفتحي بنساعد بعض ولسه عاملينها اهو. فكملوا معانا وتوقعوا بقى هنجيب ايه تاني. ايه ده؟ انا اللي عاملها كده. الفترة الجاية يلا بينا. طب يا جدعان زي ما انتم شايفين الخطوة اللي بعد كده ان احنا جبنا المصيدة اهو، ومعانا عبده تمام ومعاذ وفتحي. فتحي يا جدعان قناته مش هتلاقوها تحت في الديسكربشن، ما تدوروش عليها. زي ما انتم شايفين المصيدة اهي، ومعانا عصفورة في ايد فتحي اهي زي ما انتم شايفين محطوطة هنا عشان اول ما تشوف مين اللي صيدها؟ اول ما تشوف الشمس تبدأ تتعفرت على طول قدام الصقر وكده، تبدأ ايه ما تبقاش تعبانة يعني. فيلا بينا بقى. ومعانا الصنانير، ورينا الصنانير معاه. ويلا بينا بقى نشوف هنصطاد النهارده بايه. طعم النهارده حاجه احنا اول مره نستخدمها في الفيديو، صح ولا يا عم فتحي؟ صح. طبعا يا جدعان اللي احنا بنصطاد بيه اوريهولك واقول لك ايه هو دلوقتي. هو على العموم حاجه زفره خالص، يا جمبري على العموم. جمبري وحاطينه صحيح. طبعا زي ما انتم شايفين في سمك اللي هو الصغير ده ملموم حوالين البتاع كتير قوي. فبس كده لو اصطادنا حاجه هقلب لكم الكاميرا واصور لكم. بس كده يلا. طبعا يا جدعان وصلنا اهو، فرشنا الصنانير وقاعدين. هقلب لكم الكاميرا دلوقتي على الصنانير. وطبعا قاعدين معانا الرجاله اهو. رفعت لسه بيطعم. فبس كده خليكم معانا في الفيديو ان شاء الله نصطاد حاجه، وهقلب لكم الكاميرا دلوقتي. طبعا يا جدعان في صقر اهو رايحين نختار له. والعصفوره اهي. عصفوره خليها في ايدك انا شايفه. خليها في ايدي اهو. مش شايفه، بس انا شفته هو بيقف. غراب. وفي فوق بقى، هو فوق انا مش شايف الغراب اصلا. هنقلب الكاميرا دلوقتي يا جدعان. هنقلب ده اهو. لا ده غراب، في غراب واقف هناك. هنقلب الكاميرا دلوقتي ونشوف الشمس ضربة فينا يا جدعان بجد. واحنا بننزل في اوقات حر، بس هنعمل يلا كله عشانكم عشان نصور لكم الفيديو عشان نكسب فلوس برضه. يلا يا جدعان الصقر طار. فرفعت هيحط العصفورة دلوقتي. اقعد طيرها بس. فزي ما انتم شايفين هحط المصيدة. طبعا زي ما انا قلت لكم هعمل لكم فيديو ازاي تصطادوا صقور. هاتها في الطرف ان هو رفع في الزاوية ده عشان تبقى باين. بس هنا ايوه كده. اهم حاجه يا جدعان شويه قش وهتحطوهم هنا كده يضلل بس عشان الشمس جايه كده، عشان العصفوره ما تموتش منك. بالنسبه للاكل والميه احنا لسه هنروح دلوقتي نجيب اكل وميه. هننصب بس اهم حاجه الصنانير ونشوف الدنيا. دي روح يا جدعان، ما ينفعش ان احنا نستغلها كفار مثلا، لا دي روح وحاجه مش مؤذيه، فلازم نحافظ عليها ونحافظ عليها في البيئه عموما. زي ما بتشوفوا في معظم الفيديوهات احنا لما بعد ما بنخلص صيد بنطيرهم على طول عشان نساعد البيئه وما نهددش حياتهم بالانقراض. فبس كده تعالوا بقى معانا هنروح دلوقتي نصطاد. والتوقع يا جدعان دلوقتي تحت في الفيديو ايه الطعم اللي احنا هنصطاد بيه، واللي هيتوقع صح ملوش اي حاجه عشان لسه مطلع مسابقه على الشرياس. فبس هطلع الكومنت بتاعه معايا في الفيديو الجاي. يا جدعان زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي الصقر شكله نزل. مش عارف نزلت يا رفعت. بس مش عارف، انا مش شايف اصلا من عندي هنا. يلا احنا جايين من عند الميه اصلا. انا حاسس هنوصل هناك. شكلها مسكت حاجه صح؟ حتى خلاك تحطها في الجنب. شكلها مسكت صح؟ مسكت في حاجه عليها. استنى في حاجه عليها. زوم كده حاول تجيبها. انا بزوم شكله الميكروفون كده. شايفينه يا جدعان؟ مش باين. بيحاول يفك نفسه اهو. طبعا انتوا هتقولوا احنا حاطينه. انا هوريكم الشراس ده مع الشراس اللي احنا اصطادناه قبل كده. استنى انا عايز اشوفه
هيطير ولا لا. ما تنزل يا عم امشي، الغراب، امشي، اعمل اي امشي. جو كده. امشي. سيبني انا امسكه المره دي، انت كل مره تفتح يا عم ماشي. صورني. ماشي. امسك 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 اجري. ورزنا ان احنا نجيب واحد بس ذكر اهو غير النتاي. ما شاء الله. اللي بيقول خيات ما بتمسكش هو موت العصفور اصلا. با العصفورة من كتر لا اله الا الله، دي غلطة مننا يا جماعة. يا جدعان يا ابني ماسكها ببقه اصلا اهو. في ريش زي ما انتم شايفين. طب يا جدعان تاني مرة شرياص ذكر، بس ده تقريبا هيتعبنا في التدهيل قوي. بسم الله ما شاء الله. اجمل منظر في الدنيا ان انت تشوفه بيحاول يطير بس مش عارف. زي ما انتم شايفين الذكر وخلاص. بصوا انتوا حظكم حلو قوي. هعرفكم الفرق بين الذكر والنتايه بقى يا جدعان. خلاص كده الموضوع بس. طب يا جدعان طبعا احنا بنثبت نفسنا في اي حته. مسكنا صار الشرياص اهو ذكر، وهعرفكم الفرق بين الذكر والنتايه، بس الفرق بيتعرف من لون الظهر زي ما انتم شايفين. استنوا لا هو كده في الفيديو ده ان شاء الله. اخواتي احلى رجل يستر يا رب. كده في الفيديو احنا ما اصطدناش سمك على العموم. احنا كده ان شاء الله في الفيديو ده انا هعرفكم الفرق بين الذكر والنتايه، وطبعا هنوريكم ازاي تحافظ على الخيات المصيده. مش كل شويه تعمل حصان عصفور، مش كل شويه تعمل خيات جديده، مش كل شويه تروح تشتري خيط. بس يا معاذ فبس كده كمل مع رفعت. وبجد يا جدعان انا فرحان بيه قوي. بس يا جدعان انا بقالي فتره اصلا نفسي اجيب شرياص ذكر لان لونه بيبقى مميز. فالحمد لله. استنى بس كده في الفيديو ده انا بقول لك ان انا هتحداك تحدي اللي هيجيب بتاعته الدعوه الاول، وننزل برضه نصور فيديو مع بعض، وانت تنزله عندك وانا انزله عندي ونشوف طب يا جدعان وعايزكم برضه تقولوا في الكومنتات تتوقعوا انا اللي هو اصلا في الهوايه بقالي كتير ولا فتحي اللي داخل في الهوايه حاببها 3-4 شهور. يا دوب جبت العقابي الكبير الستيب وبعدين بعته لان الصراحه ما كنتش عارف اتعامل معاه وكان عضني. عشان عندي برضه وكمان انا برضه لما العقاب بتاعي طار ففتحي زي ما تقول ايه روح المنافسه هديت شويه فقال لك خلاص بقى ما عادش في حد. يعني انا كنا دايما برضه بننافس بعض مين اللي هيدرب اسرع ومين اللي هيحبب العقاب بتاعه فيه اسرع. بس انا جبت الذكر ده مش متدهل. باذن الله يا جدعان في 10 اجزاء هيكملوا على القناه بتاعتي وعلى القناه بتاعت رفعت. ال10 اجزاء دول هيبقوا عباره ان احنا ننزل 10 اجزاء نصطاد 10 صقور، منهم هدايا كتير وجوائز كتير هتتوزع يا جدعان. منهم دلوقتي المصيده الثانيه هناك. ثانيه نجيبها سيبها. لا دي وش السعد علينا مش محتاجينها والله. يلا المهم يعني فزي ما بقول لك كده هيبقى في مسابقات كتير على صقور، وباذن الله يعني نصطاد في كل رحله علشان برضو نفرحكم معانا. يعني اللي نفسه يخش يا جدعان احنا خلاص كده احنا خلاص كده كل واحد فينا جاب الصقر خلاص ده هيصور بيه. اختاروا اسم للولد ده يا جدعان تمام، واختاروا اسم برضو للبنوته اللي هي هتبقى مع فتحي ان شاء الله. هم اللي هي كانت عندي وانا بدات معاها تدهيل. فانا بقى بتحداك ان ده مش متدهل خالص، طير وحش لسه جاي من البريه حالا. هتحداك ان انا هجيبه دعوه اسرع من نتايه. بس كده يا جدعان خليكم معانا في الفيديو. يلا اللي ليه اللي عايز اي حرفيه، اللي عايز اي فيديوهات افكار في دماغه نعملها في ثانيه يا جدعان. والله احنا ما بنتاخرش على حد، بالعكس احنا بنبقى فرحانين جدا لما حد يطلب مننا فيديو معين ويبقى عايزيننا احنا اللي نعمله. وبرضه توقعوا تحت في الكومنتات مين فينا اللي هيكسب، انا ولا فتحي في موضوع الصيد ده، في موضوع التدريب قصدي. واول صقر هنجيبه في الرحله الجايه هيطلع هديه للي تتوقع صح تمام. ومش لايكات بقى ولا كده. لو طلعوا 5 هكسبهم صقور، لو طلعوا 6 هكسبهم صقور، لو طلعوا 1000 هطلعهم صقور. نازلين يا جدعان. يعني احنا لسه دلوقتي لحد دلوقتي عملنا 3. ده الجزء الثالث يعتبر خلص الحمد لله. والحمد لله في ال3 اجزاء يا جدعان. وان شاء الله جبنا صقرين في ال7 اجزاء الجايين مش هننزل ولا جزء منهم غير واحنا اصطادنا ان شاء الله. لو الرحله زي ما انت شفت الفيديو الساعه اللي نزل، يعني حتى لو الرحله فضلت ساعه 2 3 على فكره يا جدعان الساعه دي بتبقى يومين او 3 ايام اخر الساعه دي. والله يا جدعان يعني ما برضاش اطول عليك الرحله. يعني احنا ما اصطدناش حاجات كتير في الفيديو الساعه، بس والله كان فيديو حلو ومسلي. وانت اتفرجتش عليه هسيبه لك في البايو تحت. فبس كده شرياص اهو. طب اعرف مكانه. هي دي اللي بتبقى هنا؟ دي اللي بتبقى هنا. طيب تمام ده ذكر. تمام ماشي. اقفل عشان ذكر تاني هنا اهو. بس كده يا جدعان ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش بالاشتراك واعمل لايك على الفيديو ده والفيديو اللي قبله واللي تقدر عليه اعمله. بس كده سلام. بصوا يا جدعان خيات المصيده اهي انت بتقفلها كده حلو كده وتسيب جزء عشان تعرف ايه تفتحها تاني. طيب نفترض ان هي فلتت وطلعت كده، هي عامه مش بتطلع للاخر، فانت هتمسك من هنا كده زي ما انتم شايفين وهتزق حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. استنى بقى نصور.
فتحت معاكم ايه تاني اهي. بس كده يا عم، موضوع بسيط خالص. اهم حاجه بس عشان تحافظ ايه على الخيات دي، عشان ما تفضلش تصرف كل فتره. بس كده استنى يا عيال. وبس كده يا جدعان. خلاص طلعنا على الطريق اهو، الاراضي ورا اهي زي ما شفنا معاه الشرياص ده فتحي. خلاص كده، يا ريت يا جدعان ما اتفرجش على الاجزاء اللي فاتت يخش يتفرج عليها ويعمل لايك ويكتب لي ان هو جاي من فيديو صيد ذكر الشرياص، واختاروا له الاسم تحت في الكومنتات. وما تنساش تعمل اشتراك ولايك على الفيديو ده وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك وتبقى انت من اول الناس اللي كسبانه من رحله ال10 سؤال اللي هنصطادها ان شاء الله قبل ما الموسم ما يخلص. بس كده، سلام.